اليوم رح نعمل مع بعض أطيب صوص همبرجر ممكن تذوقوه عن جد. أول شي رح نحط ملعقتين كبار سكر جوات الطواية. نكون قاصين على جنب بصل. هلا رح نقلل السكر ليعمل معنا كراميل. نحط فوقن البصل ونخلطهم كتير منيح. للبهارات رح نحط فلفل أسود حار، رح نحط رشة ملح. سبونج بوب عم يتفرج. هلا رح نخلطهم كتير منيح، وبعدين رح نحط فوقهم المشروم فطر ونقلب. كتير منيح. هلا رح احط فوقهم صويا صوص فاتح، ورح اقولكن على السر ما حتقولوش لحدا، شي رح يعطي هيدي الصوص النكهة الفظيعة، وهو عصير الأناناس. بيعطيه نكهة كتير 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 طيب، رح يعطيه نكهة سويت. ولو في عندكن أناناس شقف وحطيتوه معه رح تطلع أطيب. طبعا كان بده شوية فلفل فحطينا بعد. هلا رح نقلبهم مع بعض ونسكر تحتهم النار وبس، وهاي خلصت معنا الصوص. يلا نعمل همبرجر سوا. اول شي حطينا خس وبصل وبندورة، عشان انا مبحبش البندورة فما كترتش. هلا نحط قطعة الهمبرجر، حطينا فوقها جبنة. هلا نحط مايونيز مدخنة كتير كتير طيب، بس اي نوع مايونيز ممكن يمشي. هلا نحط فوقهم الصوص اللي هلا بعدنا عاملينه. صدقوا رح تطلع طيبة. trust the process. وراح احط فوقه سويت شيلي صوص، رح تعطيها نكهة كتير 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 طيبة. حط كمان اخر شي شوف هالبينو. لايكو شكله شو حلو عن جد. يلا نقصه مع بعض. عن جد عن جد كتير 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 طيبة. أطيب همبرجر ممكن تدوقوه، رح تدمنوها ومش رح تطلبوا من برا مرة تانية. بوعدكن بهالشي. يا رب يكونوا عجبكن الفيديو وعجبتكن الوصفة. برجر بصوص. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك. نشوفكم